أنا متجوزة بقالي سنتين ولسه والدة من 4 شهور. من يوم ما اتجوزت وجوزي بيدي لأمه كل شهر مبلغ كده محترم تجيب بيه العلاج بتاعها. أنا ولا كنت بتكلم ولا كنت بتدخل، لحد ما في يوم أمي كلمتني وقالت لي إن الدنيا بايظة معاها وإنها محتاجة مني مبلغ كل شهر، خصوصا إن أنا جوزي ميسور الحال ويقدر يديها كل شهر مبلغ زي ما بيدي لأمه. وطبعا أنا حاليا لسه ربنا رزقني بطفل منه، وطبيعي إن أي حاجة أطلبها منه يعملها لي من غير ما يجادلني، خصوصا إني مش بطلب منه المستحيل. من يومين بالظبط قلت له عايزة أتكلم معاك شوية، قال لي نتغدى ونتكلم. قلت له ما عنديش أي مشكلة. حطيت الغدا وبعد ما اتغدينا قعدنا مع بعض نتكلم. قلت له بص يا حبيبي، دلوقتي انت بتدي لامك كل شهر مبلغ كبير قوي، وانا عمري ما اتكلمت واتدخلت. لقيته بيقول لي ببرود وانت اصلا تتدخلي ليه؟ انت مالك؟ انت تعرفي انا وامي بينا ايه؟ قلت له بعصبيه احنا لسه في اول الحوار، لو سمحت تسمعني للاخر. قال لي طيب اتفضلي، وبرضه كان بيتكلم بعصبيه وبرود. قلت له انا عايزاك تديني مبلغ بسيط كل شهر اديه لامي، لان امي محتاجه فلوس. لقيته بيبصلي بقرف وبيقول لي وانا ملزوم بامك؟ وانتي اصلا ازاي تقارني امي بامك؟ انا الابن الوحيد لامي وابويا متوفي ومفيش اي دخل لامي، ومع ذلك امي فاتحه دكان صغير بتاكل وتشرب منه، اما انا بساعدها بفلوس العلاج. امي ما بترضاش تاخد مني اي فلوس زياده، وعلى فكره انا ليا 4 اخوات بنات مفيش واحده بتجيب من جوزها وتيجي تدي لامي. اما حضرتك عندك 3 اخوات شباب، ليه امك ما تروحش تطلب منهم ان هم يدوها؟ كذبت عليه وقلت له مين قالك ان امي طلبت؟ انا بس عايزه ابقى بره بامي زي ما انت بر بامك. قال لي انا مش ملزوم، لو حبيت اجيب لمامتك حاجه ما عنديش اي مشكله، وتقريبا كده انت في عيد الام بتجيبي لي اغلى حاجه، ده غير ان كل ما بتروحي لها زياره بتاخدي معاكي حاجات قد كده وانا برضو ما بتكلمش. انت بتروحي لامك مره كل اسبوع، يعني 4 مرات في الشهر، وال4 مرات دول بتاخدي لها فيهم حاجات. انا عمري قلت لك حاجه؟ قلت له لا. قام كشش فيا وقال لي ما تفتحيش الموضوع ده تاني وسابني ومشي. يا ريت تقولوا لي اعمل معاه ايه علشان يوافق.